عارف احنا ليه المنتخب وصل للمستوى اللي انت فيه ده، اللي احنا فيه ده؟ بسبب الاعلام والسوشيال ميديا. الاعلام اللي طالع بيمجد في المنتخب وهو بيلعب ماتش دفاعي، فانك تروح تلعب اسبانيا في ماتش ودي وتدافع كأنك بتدافع عن عرضك وشرفك، فانت كده ما بتلعبش كوره. واحنا لحد امتى اصلا هيبقى منظور الكوره في مصر بالنسبه لنا فحوله قوي ورجوله قوي وجرينتا وفهود ونمور واسود؟ انا لحد امتى افضل العب بكوره عفوانيه؟ لحد امتى؟ انا عايز اشوف كوره، عايز اشوف هجمه منظمه، عايز اشوف تكتيك، عايز اشوف استحواذ كوره، عايز اشوف جمله هجوميه. انا بلعب يا عم ماتش، بلعب ماتش ودي عشان اشوف خط هجومي عامل ازاي، عشان اشوف حاجه هجوميه. لكن انا يا باشا دلوقتي انا عايز كابتن حسام حسن عايز افرح الشعب المصري، عايز اقول لهم ان انا بلاعب اسبانيا المصنف الاول عالميا وطلعت معاه 0-0. يا فرحتي بيك، يا فرحتي. ده بيلعبوا بالشوكه والسكينه، بيلعبوا هم واقفين والله كانوا بيتسلوا بينا، اقسم بالله كانوا بيتسلوا بينا يا جدعان. اللي بيفهم كرة كويس فعلا هيبقى زعلان من الماتش مش فرحان، لان انت هتروح كاس العالم هنتنفض، هنترزع من اللي يسوى من اللي ما يسواش. الناس تقول لك اصل محمد صلاح مش موجود، طب وهو موجود ما احنا برضو بنلعب جيم دفاعي. لحد امتى يا جدعان اللعيبه شغل عربجه وتنشنه؟ لحد امتى؟ انا امتى هشوف مثلا باص؟ انا النهارده يا جدعان اقسم بالله لعيبه اسبانيا لففتنا حوالين نفسنا يا جدعان. انا ما كنتش بشوف الكرة في رجلينا الا لما لعيبه اسبانيا تغلط وتعمل ميس باص. غير كده ده بدري نزل لففنا صففنا النجيله، ده كان بيلعب الباص بيختار 3 4 لعيبه يا جدعان. يا جدعان والله بجد اللي موافقني في الرأي ينزل يقول لي في الكومنتات، اللي مش موافقني ينتقدني ويقول لي انا غلط في ايه. يمكن انا كنت اتفرج على ماتش تاني، بس حرفيا بجد انا مش شايف كوره، مش شايف اي حاجه تبين ان احنا لعبنا اسبانيا. اصل يا اسبانيا كسبت صربيا 3-0، ما اتفرج على الماتش يا عم، ده على الاقل صربيا كانت بتروح هجمات يا عم. وانت النهارده اللي ستر ربنا معاك البلوكات اللي كانت بتحصل من بره 18 والثلاث اربع كور اللي شالهم مصطفى شوبير. انت غير كده تشيل 7 8 مستريح، انت فرحان على ايه؟ انت فرحان على ايه؟ ده كمان ما بيلعبش معاهم المهاجم الاساسي اوريا زبال. اوريا زبال لو بيلعب مكان فران توريس وبولخا جلاسياس كان بلعنا، وربنا كان بلعنا ورزع لنا. فانت بتتكلم في ايه؟ اسكت يا اسطى وما تتكلمش كتير. انت ما قدمتش كوره على المستوى الدفاعي، ماشي الى حد ما تمام ودي معروفه من زمان، لكن انا على المستوى الهجومي، هو انا لما اروح العب في كاس العالم هقول لهم انا هدافع؟ هطلع بكل ماتش 0-0 في البطوله في دور المجموعات؟ بتتكلم في ايه يا اسطى؟ ما تهدى يا اسطى على نفسك.